الزميل محمد حدون الكوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش خرج امام فرنسا كان في دور ال 16 بنتيجه 3-4. ضغط عالي من جانب البارسا، بيقدم اداء مميز جدا في اللقاء في لقائه اللي كان مباراه جيرونا. ادي اماميه المره دي، ادي التحرك وادي ده السربي اللاعب جديل امامنا، جديل دون التغطيه الدفاعيه. ودايما هنلحظ بقى ان قادم من نادي قلنا لحضراتكم نوتنجهام فورست كان معاق نصيري. مره ثانيه تعود جوردي ألبا، عملها حلوه قوي لانه يخطف هدف، لكن ليفاندوفسكي فرصه هدف وليفاندوفسكي. ولكن المره دي الرقابه والضغط هنا هيحيرهم. كريم رقيق التونسي الهولندي اللي كان طبعا في المنتخب المغربي هنا في العاصمه القطريه الدوحه. الفريق الاندلسي فريق اشبيليه. ليفاندوفسكي ولكن على طول يغطي بشكل رائع امامنا هنا اللاعب الدولي الماضي. مره ثانيه رافينيا لكن ياخذ ركله جديد لبونو امام البارسا. امامنا هنا راسيه، عيني على ضربه راسيه، يا عيني على الراسيه. حلوه اروخو، حلوه اللي قلت لحضراتكم في مطلع هذا العام بعد ما تعادل امام بيتس وفاز بركلات ترجيح 2-2. كان اللقاء في الركلات. حتى الان في المباراه ملعوبه على طول من جانب بيدري، لكن رافينيا لفها حلوه قوي لكن الطويله ويبعدها من هذا الجانب. يا ولد استلام من جانب جافي. كذلك طبعا دييجو كارلوس، استحواذ واستمرار التفوق. لكن كره فرانك ديونج رافينيا، لكن ماركوس اكون خلق الايفواري فرانكي سي. مره ثانيه جافي يرجع على طول. ياسين بونو ضغط، يلف الكره العرضيه الخطيره على القائم البعيد، راسيه، كره تسديده قويه قوي، لكن بونو للمره. تونس وفرنسا واستراليا طبعا كذلك ايضا في جيرونا، ومع رحلته بقى المستمره والضغط من البارسا. ليفاندوفسكي ومن خلال الاداء ومن خلال الاهداف ومن خلال المتعه. وادي فريق نادي اشبيليا يبحث بين الشبان. وايضا في شفنا راسيه اوروخو، شفنا ايضا المؤلف النشيد نادي برشلونه اللي توفي النهارده سوسيداد الى مرحله من اللاعب رافينيا، وايضا كره اللاعب ليفاندوفسكي التسديده اللي كان ابعدها ياسين بونو ببراعه. فهي دي اللي بيبحثوا عنها اوليفر توريس. المسانده المره دي واحده من الهجمات الخطيره امامنا العرضيه، لكن لعب ماركوس اكونيا واحده من الهجمات الواعده العرضيه، لكن تير شتيجن تدخل عنيف جدا امامنا. هو تدخل عنيف من كره ممكن كان يتصاب فيها جافي. على مهلك يا جافي. حلوه قوي الى مونتيال، يا ولد عاملها بشكل رائع. ضغط على جوردن، لمسه من جانب اوليفر توريس، لكن العام الجديد شاهد كرر الاصابات لانسو فاتي. كرات على طول العاليه، ايجاد المساحه على مستوى الدوري. طبعا الكلام ده حوار ومراوغه، لكن يا عيني على الفدائيه والروح العاليه بقى اللي تستحق التشجيع والمسانده. شوف اروخو عمل ايه، شوف هنا بولندي اللي سجل اخيرا في بطوله كاس العالم في اللقاءات الاخيره ب4 مدافعين مقابل واحد حتى الان على مستوى المحاولات الهجوم. وطمعوهم والبارسا انطلقوا في هذه الكره، لكن في محاولات وفي انتشار وفي محاوله السيسي، لكن ثبت اكونيا وعدى رافينيا، عملها بالحوله من جانب جوردي ألبا. نيران الصديق، اوعى يا جديل امامنا اهو جوردي ألبا وجديل. ذلك الوقت وفان خال كان مدرب البارسا هداف الدوري حتى الان. ادي رافينيا بقى المره دي قويه لكن فيها فكر وفيها تحرك رائع من جانب حلو قوي اكونيا. ايبان راكيتيتش، كيسي امامنا وتحرك كيسي المساحات هنا، لكن الضغط مره ثانيه خلصها بشكل وانذار ايبان راكيتيتش ياخد اول انذار في المباراه. راكيتيتش نجحوا الحقيقه في الحفاظ. برشلونه البلاو جرانا امامنا بالوانه المعتاده، امام وصول ايضا من خلال الكرات الثابته. تمام اللاعب باباجي بالاضافه لبران الكاس. واخيرا فازوا في اخر لقاءين على بلي الذي غاب عن الاستمرار في الدوري. طبعا هذا الفريق تعود الى بيدري يكمل امامنا. كنت يلعبوا في ال30 متر الاخيره امام جانب اللي بينطلق امامنا كيسي، لكن ترجع الى كوندي، يلف كره عاليه ليفاندوفسكي، ريح ورقابه. المره دي مساحه انطلاقه جافي مره ثانيه ضغط ومحاوله من جانب ضمن اللاعبين. تصرف قبل الاخير قبل ان يسجل حضوره امامنا ليفاندوفسكي في اول لقطات ليفاندوفسكي الاكثر محاوله مايوركا، وتعادل مع جيرونا وأوساسونا ريال سوسيداد. يعملها حلوه قوي. وادي امامنا رافينيا فكر هو يلعبها في المرمى وفكر يلعبها ليفاندوفسكي. رافينيا نصف نهائي كاس العالم للانديه. وادي امامنا
7 محاولات مقابل محاولة. متخطيا جريفز اللي كان عملها له حلوة. التمريرة ايه؟ التمريرة بجول، التمريرة بهدف. طبعا هارد لك للجزائر الخسارة امام السنغال في المحليين في اللقاء الامس بركلات ترجيح. حظ اوفر للجزائر في المباريات القادمة ان شاء الله. من رافينيا واللمسة الجميلة من طريق جوردي ألبا. جوردي ألبا في الموسم الماضي خلال 30 لقاء. وكامبوس ادي يلجأ او يرجع تاني يقول لك على الثاني. محاولة ليفاندوفسكي لكن بعيد. كيسيه عدى حلو قوي. كيسيه خد ثقة. طريقة اللعب اللي هتتم في هذه اللحظات امام خروج اكونيا في تبديل اضطراري منذ قليل مونتيال، لكن فاول على إيريك لاميل. فدي اشبيليا في اللعيبه الحاليين. دي امامنا هنا محاوله رافينيا حلوه المره دي. حلوه رافينيا، حلوه يا رافينيا. وجافي يسجل، جافي يسجل امامنا هنا. جافي يسجل هدف. الدوري يعني يقترب اكيد بصدارته من جانب برشلونه بهذه الكيفيه. طبعا على شيء مره ثانيه انطلاقه رافينيا. هل يوسع الفي حلول؟ كره اماميه، استلام جوردي ألبا. عيني يا عيني